السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا الثامنة من مسلسل فات الميعاد. لو بتشوفوني لأول مرة ياريت ما تكونش آخر مرة، وتشتركوا في القناة عشان تشوفوني تاني وتشجعوني على الاستمرار. ولو فاتتكم حلقة من الحلقات اللي قبل كده هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوا كل الحلقات. ويلا بينا نبدأ حلقتنا اللي بتبدأ بمسعد وهو قاعد مع أمه وبيتكلم معاها إن هو عايز يرجع بسمة بأي طريقة، وإن هو فكر هيرجعها ازاي، وطلب منها ان هي تعمل له جمعية كبيرة علشان عايز ياخد بتاع 70-80 الف جنيه كده يدفعهم مقدم في شقة عشان يجيب لبسمة الشقة اللي هو نفسها فيها، يمكن ده يخليها ترجع. لكن امه قالت له ان هي مش هترجع بالطريقة دي، وان هي بايعة ومش عايزة تيجي تاني، وفي نفس الوقت هي مش هتقدر تعمل له الجمعية دي هي اخرها تعمل جمعية ب10-20 الف، مش اكتر من كده. فقال لها خلاص تعملوا الجمعية اللي ب20 الف وهو هيتصرف. لكن هي كانت مصرة على موقفها ان بسمة مش هترجع، بس هو ما سمعلهاش. بعد كده بيروح الشغل، وهناك بيكتشف كده وهو جايله اوردر من المخزن ان في حاجة متلخبطة وفي حاجة مش مظبوطة. فصور الكرتونة اللي مش مظبوطة وراح على المخزن، وهناك قابل كريم صاحبه ووراه الصورة وقال له ان هو مش هيسكت وان هو مش هيتحمل حاجة زي كده. لكن كريم بيحاول يعرفه ان هو ما كانش في الاوردر ده، وان امير صاحبهم هو اللي كان ماسكه. فقال له ان هو مش هيسكت وان هو هيبلغ في الشركة عشان يخلي مسؤوليته. لكن طبعا كريم طلب منه ان هو ما يعملش اي حاجة غير لما يقعد معاه لوحدهم ويتكلم معاه، واكد عليه الموضوع ده. وبعد ما مسعد مشي راح كريم وكان مخبي كده علبتين معاه، حطهم برضو في كرتونة وعلمها بقلم اسود علشان يكون عارفها. وبنروح بعد كده لبسمة وهي قاعدة بتتكلم في التليفون مع برضو جريدة كانت متعاقدة معاهم. وهما بيتكلموا عرفت برضو ان هما سابوا الشغل وراحوا مكان تاني. فساعتها شكت في فاتن، وفاتن كانت مركزة معاها في الكلام. وبعد ما خلصت المكالمة قالت لفاتن ان هي تاخد منها الدوسيه ده تروح توريه للاستاذ سعيد قبل ما هي تعمل حاجة. وبالفعل اول ما مشيت راحت بسرعة على مكتبها وبدأت تشوف الكمبيوتر والفايلات اللي عليه، وبدأت تصور كل الفايلات الموجودة وهي بتكمل شغل وبتكمل تصوير. دخلت عليها فاتن، لكن اول ما شافتها بدأت تزعق معاها وتقول لها ازاي تفتح الفايلات بتاعتها. لكن بسمة واجهتها باللي شافته، وان هي عرفت ان هي متكلمة مع عملاء كتير ومحولاهم على الجريدة والمطبعة بتاعة اخو طارق. لكن هي طبعا حاولت تنكر كل ده وبدأت تاخد منها التليفون، لكن بسمة مرضتش تديهولها وبدأ صوتهم يعلى. وساعتها جه معتصم وسألهم ايه اللي حصل بالظبط، فبدأت بسمة تحكي له كل حاجة. لكن حاولت فاتن تنكر، ساعتها هو سكت فاتن وقال لبسمة تيجي وراه على المكتب. فاتن لما لقيت الدنيا بتخرب معاها كلمت طارق وحكت له على كل حاجة. بعد كده بسمة قعدت مع معتصم وحكت له على كل حاجة لقيتها، ووريته بالفعل الفايلات اللي هي صورتها على التليفون. وقالت له ان من شهر برضو في شغل راح للجريدة دي. وطبعا بدأت تقول له ان هي بدأت تشك وقررت ان هي تعرف بنفسها. لكن هو قال لها ان هي ما تحكيش لاي حد الكلام ده، ولا تقوله لطارق ولا تقوله حتى لابو سعيد لغايه ما يشوف هو هيتصرف ازاي وهيعمل ايه. في الوقت ده دخل طارق طبعا بزعبيبه وبدا يزعق لبسمه وازاي تبص على فايلات زميلتها. لكن ساعتها برضو بدا معتصم يسكته وقال له خلاص، وقال لبسمه ان هي تمشي. وبعد ما مشيت قال له ان هو هيحقق في الموضوع بنفسه، ولو في حد غلطان هياخد جزاء. وطبعا كان بيرمي الكلام على طارق، وطارق كان فاهم بس مش قادر يتكلم. في الوقت ده بنروح لعبلة وكانت قاعد مع راغب جوز بنتها. وراغب طبعا كان عمال يتحايل عليها انه عايز يرجع وفاء، لكن هي بدأت تكلمه وتفكروا ان هو كان ولا حاجة زمان لما خد وفاء، وان حتى ما كتبش قايمة، وانه كان على قده. فمش معقولة لما ربنا يفتحها عليه يبدأ يروح يتجوز عليها ويغدر بيها. لكن هو حاول يفهمها قد ايه ان دي جوازة مصلحة وان الخير هيعم مع الكل. لكن طبعا هي ما صدقتهوش وقالت له الكلام ده يضحك بيه على حد تاني، وهي عارفة ان هما مش هيشوفوا منه لا ابيض ولا اسود. فساعتها قال يخش لها بقى من السكة اللي هي بتحبها، وقال لها ان لو وفاء وافقت ان هي ترجع له تاني هيكتب الشقة باسمها، وكمان هيكتب العربية، وهيحط لها 200 الف جنيه في البنك، وكمان كل شهر هيزودهم لها بعيد عن مصروف البيت. فطبعا الكلام بدأ يزغلل عينيها، وقالت له طيب خلاص
خلاص انا هحاول ان انا اتكلم معاها، بس لو وافقت مفيش حاجة اسمها خلفة من الست اللي انت هتتجوزها. فهو اكد لها ان الموضوع ده منتهي، وان هي عندها ولد وهو كمان عنده عيال ومش هيخلف منها ابدا. ساعتها قالت له ان هي هتتكلم مع وفاء، لكن لو اصرت على الطلاق هم هيعملوا لها اللي هي عايزاه، بس هو كان عارف ان هي هتقدر تأثر عليها. بعد كده بنروح لمسعد وهو كان لسه في الشغل، وبعد ما الناس مشيت بدأ يروح له كارم وبدأ يدور على الكرتونة طبعا اللي هو حط فيها الحاجة. وأول ما لقاها فبدأ مسعد يسأله انت ايه موضوع الكرتونة دي، فحكى له ان هو حط فيها علبتين زيادة، وبعد كده لما وصلت هياخد العلبتين لا من شاف ولا من دري ويبيعوهم والرزق يعم مع الكل. لكن طبعا هو ما قبلش الكلام ده، وقال له ان لو اتقفشوا هيبقى مشكلة كبيرة، وان هو احسن ياكل عيش عشان يعرف يربي عياله. فكريم قال له ما عشان اربي عيالي كويس يبقى لازم نعمل كده كام عملة من دول وهيبقى الخير لنا احنا الاتنين، وطلب منه ان هو يفكر في الموضوع وسابه ومشي. بعد كده بنبدأ نروح لعبلة وهي كانت قاعدة مع بنتها وبتحاول تقنع وفاء بالكلام اللي قاله راغب، وقالت لها على موضوع الحاجات اللي هتتكتب باسمها والفلوس عشان تزغلل عينيها. لكن وفاء كانت متضايقة وقالت ده ظلم ان انا اقعد اربي واكبر في السن وهو يقعد يتدلع ويتجوز ويعمل الكلام ده، لا وفين كرامتي، وما كانتش قابله الموضوع. لكن برضو امها حاولت ان هي تقنعها وتقول لها كرامتك هتبقى محفوظه لما يبقى معاكي فلوس وتقدري تجيبي كل اللي انت عايزاه، لكن هو مش هيطلق، لكن احنا ممكن نصر على الطلاق ونطلقك منه بالعافيه، بس ساعتها هتتبهدلي برضو بالعيال وهتقعدي انت اللي تاخدي بالك منهم وتكبري في السن، بس هتبقي محوجه ومعكيش ولا مليم. لكن انتي بالطريقة دي هتبقي انتي الكل في الكل. وبدأت تحاول ان هي تقنعها وانها ما تعملش زي بسمة اللي بقى رايحة تبهدل نفسها في المحاكم ولسه هتتبهدل اكتر واكتر. لكن وفاء كانت شايفة ان هي كفاية ان هي قدرت ان هي تحافظ على كرامتها. بس الكلام ده طبعا ما كلش مع عبلة، وقالت لها كرامتك الحقيقية الفلوس لما تبقى معاكي ولما تقدري ان انتي تعملي كل اللي انتي عايزاه. وبدأت تقنعها بشكل وبالتاني وتزغلل عينيها. في الوقت ده يوسف كان بيودي طلبية تبع الشغل بتاعه، لكن لقى ان الطلبية اللي اداها للست مختلفة خالص عن اللي هي طلباه، وعرف ان هي اتبدلت مع طلبية تانية مع واحد تاني. فبدأ يكلمه وطلب منه ان هو يجي علشان يظبطوا الطلبيات المتلخبطة. وقتها كان مسعد قاعد فعلا مع اهله، وبدأت امه تقوله ان هي هتديله 100,000 جنيه من فلوس وفاء، 200,000 اللي جوزها هيكتبهم باسمها عشان خاطر يروح يجيب الشقة ويرجع مراته والدنيا تعدي، وان هو يكتب نصيبه في المحل باسم اخته، لا اما الايراد اللي هيطلع له من المحل هيروح لاخته لغاية ما يسد 100,000 جنيه. فساعتها هو مرضيش وقال ان هو مش هيحل مشاكله على حساب اخته، قال لها لو عايزة تطلقي ومش مقتنعة انا هطلقك وانسي اي حاجة، انا مش هحل مشاكلي على حسابك. لكن هي قالت له ان هي اقتنعت بالكلام وان هي هترجع له ومش هتطلع من المولد بلا حمص وتسيب كل حاجة وهتفضل على قلبه والفلوس احسن. وبالفعل بدأ ينزل ويدور على شقة، وكان كارم صاحبه معاه وسأل في كذا مكان، وكان عايز يجيب لها شقة برضو في الإسكان الاجتماعي في المكان اللي هي كان نفسها فيه، لغاية ما لقى واحد وفعلا قعد معاه وقال له ان في شقة موجودة في المكان ده وبس هتبقى ب120,000. هو طبعا قعد يكلمه انه يخليها ب100,000، لكن قال له ان الراجل مش هيرضى ابدا. وكارم حاول يزق معاه الدنيا ل100,000، لكن الراجل قال لهم ان هو صاحب الشقة مصر على 120. فساعتها مسعد ملقاش حل غير ان هو قال له خلاص تمام. ولما كارم قال له هتعمل ايه، قال له ما تخافش انا هتصرف في بقية الفلوس. وفعلا جابوا الشقة. في الوقت ده كان يوسف وصاحبه قاعدين مع واحدة يعرفوها، وبدأت تكلمهم على ابليكيشن هيظبط لهم الدنيا في الشغل ويضيع لهم اللخبطة اللي هم فيها دي، وان الابليكيشن ده بيوزع كل حاجة من هم قاعدين في البيت من غير اي تعب ومش هيحصل فيها اي لخبطة. لكن قالت لهم ان الحاجات دي بتاخد مبلغ كبير جدا، يعني ابليكيشن زي ده عشان يتعمل محتاج بتاع 70-80 الف جنيه. فطبعا استكتروا المبلغ جدا وما قدروش. فهي قالت لهم ان في ناس بتتولى الامور دي لو حسيت ان هم جد وان هم هيطلع من وراهم مصلحة كبيرة. وقالت لهم خصوصا لما يعرفوا ان انا معاكم وشريكة معاكم في الموضوع ده. فقالت لهم ان هي هتدخل شريكة وتظبط لهم الابليكيشن والدنيا
الدنيا دي وسابت لهم وقت يفكروا. لكن طبعا صاحب يوسف كان معترض جدا ان هي تخش شريكة معاهم، بس يوسف قال له خلينا نفكر ونشوف هنعمل ايه. بعد كده بنروح لمسعد، وراح على بسمة في الشغل عشان يفرحها ويحاول ان هو يرجعها. وبالفعل اول ما دخل وهي شافته قالت لفاتن ان هي تطلع بره شوية تعمل اي حاجة، وسألته طبعا انت جاي ليه. فبدأ يطلع لها عقد الشقة ووراه لها علشان يفرحها، وقال لها ان هو دفع المقدمة وكمان هيدفع الاقساط، وكل ده عشان هي ترجع ويعيشوا مع بعض تاني ومعاهم بنتهم اللي جاية في السكة. لكن هي عرفته ان ده مش فارق معاها تماما، وان موضوع الشقة اللي كان ممكن يفرحها زمان خلاص مش هيفرحها دلوقتي، وانه مش فارق معاها. وكان عندها استعداد تقعد معاه في نفس الشقة اللي هم فيها لو كان بيعاملها باحترام وبكرامة. لكن موضوع الشقة مش هو السبب الاساسي، وان هو لغاية دلوقتي مش فاهمها. فهو حاول يوصل لها ان هو فاهمها وان ده بس بيعمله من باب التغيير عشان يثبت حسن نيته، لكن هو هيتغير. وبدأ يقول لها الكلام اللي بيقوله لها كل مرة، لكن هي أصرت على موقفها وان هي مش هتتنازل عنه وان هي مش راجعه له. ساعتها بيبان على حقيقته تاني وبيبدأ يتنرفز ويعلي صوته ويتعصب عليها، ووقتها معتصم بياخد باله فبيقرر يدخل. ويدخل بحجة ان هو بيطلب منها حاجة للشغل، ويسلم ساعتها على مساعد عشان يعرفوا ان ده شغل يعني، وسابهم ومشي. فساعتها طبعا هي فهمت وقالت له كفايه فضايح، امشي احسن. وبعد كده انا كده كده كنت ناويه اجي الشقه عشان اخد شويه هدوم ليا، ده مش مكان للكلام، نتكلم بعدين. وقتها فعلا مسعد خد بعضه ومشي. وبسمة دخلت الفايل اللي كان معتصم طالبه، واول ما خده منها اعتذرت له على اللي حصل، وقالت له ان هي ما كانتش تعرف ان مسعد هيجي اصلا، بس هو قال لها مفيش داعي تعتذر. وكمان طلب منها ان هي لو عندها اي حاجه وحبت اي مساعده تتكلم معاه، وقال لها ان مش عمر بس اخوكي هنا لكن انا كمان اخوكي. وكان بيلمح لها ان هي لو محتاجه حاجه تقول له. فعلا بدأت ان هي سابته ومشيت. وتاني يوم بدأت تروح هي ويوسف على البيت عشان تاخد الحاجات اللي هي كانت فعلا محتاجاها. ويوسف كان عايز يدخل معاها لكن هي قالت له يستناها في العربية احسن. وحتى بعد ما نزلت برضو يوسف نزل واكد لها ان هو موجود هنا ومفيش داعي ان هي تخاف. ساعتها بدأت تطلع الشقة، وكالعادة طبعا عبلة شافتها وقاعدة شايفة الرايح واللي جاي. واول ما شافتها حضنتها وسلمت عليها وقالت لها احسن حاجة ان انت رجعتي بيتك وخلينا ننسى كل اللي فات. لكن ساعتها بسمة عرفتها ان هي ما رجعتش ولا حاجة، وان هي جاية بس عشان تاخد شوية هدوم ليها، وان هي متفقة مع مسعد على كده. ساعتها قلبت برضو هي كمان على الوش التاني زي ابنها، وهي قالت لها طب خلي بالك بقى، انت ما تعرفيش هو عمل ايه علشان يجيب لك الشقة دي، حرام عليكي يا شيخة، ده البطران اخرته قطران. وبدأت تحسبن عليها وتزعق. لكن طلعت ساعتها بسمة، واول ما فتح الباب مسعد وشاف بسمة سكت امه. بسمة دخلت وبدأ ان هو يساعدها ودخل يجيب لها الشنط، وبدأت بالفعل تاخد هدومها وتحطها في الشنط، وهو كان واقف بيساعدها لغاية ما طلعت من الحاجات. كان طقم اصفر بتاعها كده، فبدأ يمسكه ويفكرها ان هو بيحب الطقم ده جدا، وانه جابه لها في اول مصيف طلعوه بعد الجواز. وبدأ يفكرها بالحاجات الحلوة اللي بينهم. لكن هي لما لقيت نفسها هتبدأ تضعف فطلبت منه ان هو يطلع بره، وان هي هتلم حاجتها لوحدها ومش محتاجة مساعدة. ساعتها بقى قال ما بديهاش ومسكها وبدأ يقول لها قد ايه هي وحشته وانه مش قادر يستغنى عنها، وبدأ يسألها اذا كان هو كمان وحشها. فساعتها بصيت له، ويا ترى بقى هتضعف وهترجع له ولا هتفضل ثابته على موقفها؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه. استنوا معانا، ويا ريت تقولوا لي في التعليقات اذا كنتوا شايفين ان يستاهل ان هي ترجع له ولا المفروض تثبت على موقفها. اشوفكم على خير والسلام عليكم.